جاعل في الأرض خليفة. قال العلماء هذه الآية أصل في الإمامة، أي اجتماع الناس على إمام، وهذه مسألة البحث فيها طويل لكننا نجملها بإجمال. بعض الفرق يرى أن الإمامة واجبة بالعقل لا بالنقل، وبعضهم يرى أنها واجبة بالنقل دون العقل، والصواب أنها واجبة بالنقل والعقل، وأن الإمام المسلم إما أن يجتمع عليه أهل الحل والعقد كما كانت خلافة الصديق، أو أن يوصي له من قبله كخلافة الفاروق، أو أن يغلب على الناس بسيفه كخلافة عبد الملك بن مروان لما قهر الحجاج بن يوسف وأذعن المسلمون آنذاك له. وأما بعض الفرق الضالة كالإمامية الاثني عشرية من الشيعة فإنهم يقولون إنها واجبة بالعقل، أما تحديد الإمام فإنه يجب بالنص والسماع، ولهذا قالوا في إمامة علي رضي الله عنه وأرضاه ومن تبعه من ذريته. وطائفة أخرى منهم يقال لها الكيسانية كانوا يرون أن الإمامة محصورة في 4، قال كذير عزة ألا إن الأئمة من قريش حماة الدين 4 سواء، علي وال3 من بنيه هم الأصباط ليس بهم خفاء، فصبت إيمان وبر وصبت غيبته كربلاء، وصبت لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء، وكل ذلك لا يقوم عليه دليل لا من عقل ولا من نقل، وما دام مردودا نقلا يجب أن يرد عقلا في الغالب.